افتح اول كارت عشان نخلص. هختار من اليمين ماشي عشان ان شاء الله عشان ان شاء الله يبقى يعني انوار. ايه والله خايف وحياة ربنا. انا غلطانه. بقيت بمشي جنب الحيط خالص. ليه يا ابني؟ هو في حد مسك عليك زله؟ والله ابدا، ده الناس كلها بتحبني اللهم لك الحمد والشكر. هنا ده اي تمام. ده خط حاتم على فكره اللي هيظهر لك ده اصلا. ده اصلا. عايز اسالك في حاجه بقى معلش، انتوا ازاي بتكتبوها على ورقه فاضيه كده؟ حوار غريب جدا. بس انا هتجنن من كل سنه عايز اسالك في الحوار ده، يعني مفيش حاجه، دي ورقه ما فيهاش حاجه. لا هي في ماده بنكتبها وفي الاخر بتختفي، وده بقى اللي بيظهرها الحبر السري. ايوه ما هو ده السحر اللي بقول لك عليه. اعمل اكتب اكتب. حاتم اللي كاتب. طب ما تكتبش تاني يا حاتم بقى. لانه اصلا الكلمه بقت باينه كلها ومش هفهمها. الاتهام. طب ما انت شاطر اهو بتعرف تقرا. ماشي. قلت ان التيك توك بوظ اخلاق بنات مصر. ايه ده؟ انت وعهد الله انا ما بقول حاجه خالص، انا هتجنن بقى. انت بقالك ساعه بتقولي قلت والله العظيم بتقول. قلت لمين؟ والله ما بقول حاجه، قسما بالله انا ما بقولش اي حاجه، بقول الورق اللي مكتوب بمثله وبروح ما بقولش حاجه. التيك توك بوظ بنات مصر. قلت ان التيك توك بوظ اخلاق بنات مصر. مش شايف ان ده اتهام مطلق، وان التيك توك زي ما ليه سلبيات ليه ايجابيات؟ انت خلاص اقريتي ان انا قلت كده ولازم انا ادافع عن نفسي دلوقتي يا اما اروح في داهيه، يعني كده انا لازم مبدئيا هاتي المصحف احلف عليه ان انا ما قلتش الكلام ده قبل كده، لان عمري ما قلت التم ده. انا عمال من اول الحلقه تقول لي ده ولا ده، خاف اقول، فهاجي بقى واروح قايل لي التيك توك واروح مدمر انا نفسي. هجيب ده من بيتي. الناس بتكتب، ما ناس تكتب، يعني اللي يكتب فين؟ انهو جورنال ده ولا انهو موقع اللي قال كده؟ والنبي قولي لي بس قالوا موقع. حرام عليك والله العظيم ما قلت. طب اقول لك حاجه خلاص اقول دلوقتي. الخبر منشور. كنت عيل صغير. لا الخبر منشور في ويب سايت بتاع خبر ابيض. انت هتخليني ده خبر ابيض؟ لا خلاص احط لك على الشاشه. لا دول خبر يعني ابيض. انت قلت لا دول حبايبي. لا ما انا مش عارف اقول ده، دول اخواتي هقول ليه. طب بص يا سيدي دلوقتي حبايبك انت بتقول الكلام وتنساه. طب والله ما فاكر ده خالص قسما بالله، بس هقول لك بامانه كبرت دلوقتي وعقلت، يعني كنت ممكن اكون صغير بس مش فاكر. بس هقول لك مش هو التيك توك طبعا له مساوئ كتير جدا يعني انا مثلا عيالي دلوقتي سنا مستحيل اخليهم بيفتحوا الحاجات دي ماشي، لانه للاسف عليه سلبيات كتير جدا، واحنا شفنا حتى الفتره اللي فاتت في ناس كتير اتقبض عليها وحاجات كده. وانا شايف انه كمان للاسف يعني في حاجات كتير بتسوء سمعه بلدنا، لانه ده منتشر في كل الدول، فالناس بتشوف صوره وحشه عننا، يعني هم بيفتكروا ان دي مصر ودي مش مصر، فاهم قصدي؟ فالناس بيفتكروا ان دي كده الناس بقى اللي بتعمل جولات قدام بعض ويدلقوا على بعض لبن ويعملوا ده. دي حاجه مقذره ومقززه ده شيء مقزز جدا. لكن انا عايز اقول لك انه في ناس كتير بجد على التيك توك محتوى محترم جدا وبتقدم حاجات هادفه جدا والله بجد، وانا بتابعهم جدا، ومنهم اصلا نجوم دلوقتي. يعني مثلا احمد رمزي اللي كنا لسه بنتكلم عليه هو طلع من التيك توك ومحتواه كان من التيك توك، وفي ناس كتير كده، يعني ممثلين كتير اصلا بقوا موجودين سواء ممثلين او حتى مطربين او ايا كان شغلانته. في مذيعين عاملين برامج كامله على التيك توك وناجحه جدا ومكسره الدنيا. يعني قصدي لا، في ناس محتوى كويس بس الغالبيه بجد خطر على البنات فعلا. انت ما قلتش حاجه غلط على فكره. مش بنات بس، هو خطر علينا عموما كبلد، بدليل انه البلد اتحركت. يعني لو الموضوع ما كانش خدت خطوه، لانه مشكله كبيره، شكلنا مش احسن حاجه، فاهمه؟ الكارت اللي بعده